ازيكم يا جماعه؟ لو انت جديد هنا، انا ابراهيم وبقدم لك نصائح عن التسويق وشويه تريكات بتزود بيها فلوسك. النهارده هنتكلم عن نقطه كتير الناس بتتلخبط فيها، وهي اجمالي المبيعات. من يومين نزلت فيديوهات عن تريكات ان انت تزود بيها مبيعاتك، وكنت بنزل في الفيديوهات دي سكرينات لمبيعات متاجر احنا اشتغلنا عليها قبل كده. طبعا السكرينات دي كانت فيها ارقام ضخمه لعدد اوردرات واجمالي مبيعات، فكل الناس افتكرت ان اجمالي المبيعات هو اجمالي الارباح، اي بمعنى ان دي اجمالي الفلوس اللي بتدخل يجيب صاحب الاسطور وبتدخل جبنه. وفي ناس كتير بتضحك على بعض بالسكرينات دي. بص، عامه لما تيجي تبص على اجمالي المبيعات بتاع متجرك او حتى الشركه بتاعتك، او حتى شفت سكرين زي اللي انا كنت منزلها، انا عارف ان الرقم ده بيلفت النظر وبيبقى شكله مبهر، واكيد انت خدت بالك من ده صح. بس الحقيقه ان الرقم ده مش بيعبر عن الفلوس اللي داخله جيب صاحب الاسطور. تعال اقول لك الموضوع بيمشي ازاي. في البدايه ان صاحب الاسطور بيبقى عنده تكاليف وبيخصمها من اجمالي المبيعات اللي انت بتشوفه ده. زي اول حاجه مثلا تكلفه المنتج او الخدمه اللي بيبيعها. يعني مثلا لو بيبيع منتجات خاصه بيه، طبعا بيبقى في تكلفه التصنيع وتكلفه الشراء. تاني حاجه تكاليف التوصيل والشحن. يعني مثلا لو بيقدم خدمه التوصيل، دي حاجه طبعا بتاخد جزء من المبيعات. تالت حاجه الضرايب، وده لو انت في بلد طبعا بتاخد ضرايب سواء بقى دوليه او محليه. وطبعا بيبقى في ضريبه على الاعلانات، وهشرحها لك في الفيديوهات الجايه. رابع حاجه تكاليف التسويق. طبعا بتبقى عارف ان الاعلان طبعا مش بيبقى مجاني، وفي تكاليف للاعلانات، واكيد طبعا بيبقى في جزء من الفلوس دي بيبقى رايح للاعلانات المموله. واخر حاجه واللي بتاخد جزء كبير التكاليف الاداريه، ودي طبعا بتتقسم مثلا لو انت عندك فريق بتتقسم على الرواتب بتاعتهم، او حتى مثلا فواتير مثلا زي الايجار او الانترنت. وبالتالي اجمالي الارباح ده الرقم اللي بيبقى فاضل بعد ما بتخصم كل المصاريف اللي قلت لك عليها دي، وده طبعا الرقم اللي بيعبر عن ان انت كسبان او خسران. عشان كده لما تيجي تحسب تطورك او نجاحك بتحسبه على الرقم ده، فما تعتمدش بس على اجمالي المبيعات. واهم حاجه ان انت تفهم اجمالي المبيعات والارباح. اهم حاجه لو عندك اي سؤال او شرح اكتر سيبه في تعليق وانا هرد عليه. وفي النهايه اتمنى تكون استفدت من الفيديو. وطبعا في النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش انك تدوس لايك وتشترك في القناه. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.